التاريخ عدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم. حديثي إليكم الليلة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم هو حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. أسوق لكم اليوم خبر الصحابي الجليل ربيعة بن كعب رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم والمساء. حديثي معكم الليلة عن الصحابية الجليلة درة بنت أبي لهب بن عبد المطلب الهاشمية القرشية رضي الله عنها. فأبوها وأمها كان من أشد الناس عداوة لله ورسوله، وهما من أهل النار بصريح القرآن. فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي بأبي لهب لأنه كان أبيض شديد البياض مشرب وجهه بحمرة. كان من أشد الناس عداوة لله ورسوله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو القبائل في الموسم كان يمشي خلفه ويقول: كذاب لا تسمعوه، كذاب لا تسمعوا له، مجنون، أنا عمه وأدرى الناس به. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويحلم عليه ولا يرد عليه صلى الله عليه وسلم. وأمها أم جميل حمالة الحطب كانت تضع الشوكة في الليل، تأتي في الليل وتضع الشوكة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نزلت فيهم سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة، أخذت فهرا في يدها، الفهر والحجر الحاد كالسكين، وأخذت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أبي بكر بجوار الكعبة، فأقبلت عليهم، ولما وقفت أمامهم أخذت تكلم أبو بكر رضي الله عنه وهي لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: يا أبا بكر، أو يهجوني محمد أو يهجوني صاحبك، والله لو رأيته لأضربنه. وأبو بكر ينظر فيها وينظر في النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يتبسم. فلما ذهبت قال: يا رسول الله إنها لا تراك. قال: نعم، قد وقف بيني وبينها ملك يسترني عنها. هذا ما كان من شأن أبويها. أما هي فقد كانت زوجة للحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وولدت له 3 أبناء: عقبة والوليد وأبو مسلم. وقد قتل زوجها يوم بدر مع المشركين. أما أبوها أبو لهب فلم يخرج لبدر، كان خائف من رؤية عاتكة، ولكنه مات أخزاه الله بمرض شبيه بالطاعون، كان مرضا معديا، مات بعد بدر ب7 ليال، وظل في مكانه 3 أيام ما اقترب منه أحد، خايفين من العدوى، حتى انتفخ وخرجت ريحته. ثم إنهم حفروا له حفرة ودفعوه فيها بأخشاب طويلة بأعواد، دفعوه حتى ألقوه في الحفرة ودفنوه من بعيد بالحجارة. أما هي رضي الله عنها فلم تمنعها هذه البيئة الفاسدة وهذا الجو المليء بالحقد والأضغان والكره لله ورسوله بأن تهاجر لله ورسوله، فخرجت مهاجرة للمدينة. وهنا رسالة لبناتنا وأخواتنا اللي يقولون ودنا نلتزم، ودنا في الدين، ودنا في الهداية، لكن الجو والبيئة ما تساعدنا. أقول لهن ولمن قال بقولهن: لكم في درة بنت أبي لهب أسوة حسنة. فما منعها كفر أبويها وسوء من حولها في أن ترى نور الهداية ثم تتبعه، فهاجرت إلى المدينة رضي الله عنها، ونزلت بدار رافع ابن المعلى الزرقي. جاءها نسوة من بني زريق واجتمعن حولها، والنساء سبحان الله إذا اجتمعوا يكثرن القيل والقال إلا من رحم الله. فسألتها واحدة منهم، قالت لها: أنت بنت أبو لهب هذا اللي في تبت يده، أنت بنته؟ قالت لها: أيوه. قالوا: بالله، طيب لا تكون حمالة الحطب أمك بعد؟ قالت: إيه أمي. قال: طيب وش جاي تسوي؟ مهاجرة أنت؟ الحين أبوك أبو لهب وأمك حمالة الحطب وجاي مهاجرة؟ ما نظن والله أن تغني عنك هجرتك شيء. فحزنت لذلك حزنا شديدا رضي الله عنها، وذهبت شاكية باكية للنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمها على طول، يعني أبوها أخو أبوه، فذهبت تشتكي له، فهدأها صلى الله عليه وسلم وسكنها وطيب خاطرها، ثم خرج ليصلي الظهر بالناس. وبعد أن فرغ من صلاة الظهر صعد على منبره
وظل ساعة وكان مغضب صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، ما بال أقوام يؤذونني في نسبي وفي ذوي رحمي؟ ألا ومن آذى نسبي وذوي رحمي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. فلم يتعرض لها أحد بسوء بعد ذلك، بل خطبها دحية الكلب رضي الله عنه وتزوجها. وكان دحية رضي الله عنه من أجمل الصحابة وجوها، حتى أن كان جبريل عليه السلام ينزل على صورة دحية الكلب. وعاشت بعد ذلك في المدينة رضي الله عنها، وكانت تتردد على عائشة تطلب على يديها العلم، حتى ماتت رضي الله عنها سنة 20 في خلافة عمر رضي الله عنهم جميعا. رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، وألحقنا وإياكم بركب الصالحين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.